بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. معايا لحمة اهي بقى هنسلقها، بس هتبقى مشوية في الآخر بقى ما شاء الله. معايا نص معلقة سمنة كده، ويا ريت تكون سمنة يعني بلدي عشان تديكي شوربة حلوة وتديكي تطعيمة حلوة للحمة. هنشوح فيها اللحمة. لا إله إلا الله والحمد لله قول بالله العلي العظيم. معايا نص كيلو لحمة. الحمد لله، اللي يجيب نص كيلو لحمة دلوقتي يقول أنا جبت، وبعدين على قدنا عشان احنا قليلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس السمنة بتاعتك هتسخن وهتحطي بقى ايه اللحمة، تديها تشويحة حلوة كده. يعني احنا يعني تغيير في الأكل بقى، بنحب يعني نغير في الأكل كده، بدل ما ناكلها في الصلصة وناكلها مسلوقة هنعملها زي المشوية إن شاء الله. بس هتقلبيها كده، طبعا اللحمة لونها بيغير على طول مع السخونة. وهتحطي بقى ايه بصلاية وطماطماية وورق لورا وحبهان عشان تديكي حبة شوربة حلوين، تعملي بيها رز، تعملي بيها اللي انت عايزاه. تشوحي كله ده مع اللحمة كده وهي بتتشوح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ده يا جماعة بيدي تطعيم للأكل، بيدي تطعيم للشوربة معاكي. طبعا كنت بغلي المية عشان الكتل بتاعي بايظ، ربنا يسهل إن شاء الله ويصلحه أو نجيب غيره. وبدأت أحط المية المغلية على اللحمة. طبعا الريمة اللي هتطلع تحشيها، لازم اللحمة تطلع ريمة. بس كده غطي على اللحمة بقى، وكل ما كانت تطلع ريمة كنت بحشها لحد ما اللحمة معاك تستوي تماما. بس بس يا مية. بس طبعا سيبنا اللحمة تستوي براحتها. معايا بصلاية وطماطماية، ده فلفل بقول لكم فلفل أحمر، مش يعني هي فلفلاية وطماطماية وبصلاية اهو، ودي طماطم. وهنضربها في الخلاط وأصفيها. طبعا دي طبعا معروفة بتاع المشاوي. بص ما شاء الله الفلفل الأحمر عامل اللون الأحمر بتاع الفلفل، عطيها لون جميل جدا. هنصفيها كده. أنا عايزة المية بس، مش عايزة التفل بتاعها، واللحمة السلقة تاهي معاك جنبية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله لو عندك ضيوف ولا حبيتي تعمليها لولادك كده، يعني لحمة مشوية على الفحم مشوية ما شاء الله كانت جميلة جدا. أنا عملتها قبل كده وعاملاها ومنزلاها على القناة قبل كده، لما كانت اللحمة ب150 بس. وحاطة فيها ايه زبادي. المرة دي هحط نص كوباية لبن. وطبعا البهارات بتاعتك بهارات لحمة، فلفل اسود، حبة ملح، بس مش اكتر من كده. وتطلعي اللحمة كده تصفيها من الشوربة وتحطيها ايه في التتبيلة الجميلة دي، وتسيبيها شوية كده، يعني ان شاء الله نص ساعة هي بس تشرب التتبيلة دي. يعني انا عملت قبل كده، وكان عندي اخواتي من مصر ما شاء الله عجبتهم جدا، وما يقولوا لي عاملة زي المشوية على الفحم فعلا بجد. بس المرة اللي فاتت عاملاها بزبادي، المرة دي غيرت برضه نص معلقة سمنة كده، وتبدأي تشوحي تحمري بقى اللحمة تحمير. طلعتها بقى كده ايه ما شاء الله. تسيح بقى المادة الدهنية اللي انت هتعملي بيها، وهتنزليها زي ما هي اهي ما شاء الله. تحمريها بقى تحمير، يعني تتحمر تاخد معاك اللون الأحمر عشان تبقى زي المشوية بالظبط. اهي بصي،
يعني انت لو اللحمة معاكي مش مستوية كمان هتكمل سواها هنا. بس انا بصراحة مسوية اللحمة لان اللحمة كانت يعني من الفخدة فكانت خشنة شوية. وحطيتي بقى تحطي بقى عليها ايه كل التتبيلة بتاعتك وتسيبيها. بصي بتغلي ازاي، ما شاء الله هتشرب التتبيلة كلها دي وهتديك اللون الأحمر زي الفل معايا وأنا معاكم اهو. هتشوفي. يلا يا بنات اعملوا بقى وتعلموا. كلكم حلوين وشاطرين. بصي شربت كل التتبيلة اهو وخدت اللون الجميل ده. بس هي كده خلصت معايا. حاطة حتة فحمية جنبي على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بتفحميها بقى ان هي حبة التتبيلة دي اللي احنا عملناها جميلة جدا على الفحمية بقى ايه. جربوا وشوفوا. هتديكي احلى لحمة مشوية من غير فحم ولا دخنة ولا حاجة ابدا. انا على طول ولادي بيحبوها يعني بالطعم الجميل ده بيحبوها كده. فجرب يا حبيبة قلبي. ربنا يبارك فيكم يا رب واحسن ناس واحسن اخوات واحسن متابعين. وكلكم على راسي من فوق اخواتي العرب وكل الناس على راسنا من فوق. حطوا لايك لأم احمد وشجعوها عشان نكبر بيكم. احلى عيلة. تحط عليها رشة زيت بسيطة كده وتسيبيها بقى كده خلصت. بس. وهي بقى بصي شكل منظرها عامل ازاي ما شاء الله. كانت جميلة جدا. يا ابني بس. شكرا حبايبي. سلام.